دان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية حادث إطلاق النار على كنيسة في منطقة الوراق في الجيزة أثناء حفل زفاف، وكان مسلحان يستقلان دراجة نارية قد أطلقا النار أمام الكنيسة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم طفلة. جريمة جديدة تهز الشارع المصري. ملثمان على دراجة نارية يطلقان النار بشكل عشوائي على إحدى الكنائس في منطقة الوراق في الجيزة، مخلفين قتلى وجرحى ممن كانوا يشاركون في حفل زفاف. عدى موتوسيكل عليه 2، واحد قاعد ورا فضل يضرب برشاش في الناس اللي واقفه كلها، جت في 6 ميته جوه اهيت، وفي الموظفين راح بتاع لغايه دلوقتي 10 حالات. قبل ما العروسه والعريس يجوا خارجين طبعا من القاعه، طبعا الضرب عشوائي. الحادث ينضم إلى سلسلة الحوادث التي تستهدف الكنائس لإشعال الفتنة الطائفية، ولكن أسلوب الحادث وتوقيته دفعا بعض السكان إلى اتهام جهات سياسية بعينها في التورط بالجريمة. الإخوان المسلمين ما فيش حد وراهم غيرهم، ما حدش غيرهم، دي لعبة دنيئة قذرة. قوة الأمن هرعت إلى موقع الحادث بعد الجريمة، فيما طالب سكان الحي بتشديد الإجراءات الأمنية على الكنائس خلال المرحلة المقبلة لتجنب هجمات واعتداءات مماثلة. الناس هتيجي تضرب عشوائي، هم مش قاصد. فين الأمن؟ فين الأمن الكنيسة؟ سكان الوراق أعلنوا أن الأعمال الإرهابية لن تنجح في النيل من الوحدة الوطنية. انا اخوك محمود انا من الوراق وشغال عند اخونا ايمن موريس، يعني كلنا يد واحده وكلنا واحد، بس لازم من بيتي عشان برضه اطمن على اخويا ايمن لكن هو في قلب الفرح. واخيرا تبقى مطالبه المصريين بضروره سرعه القبض على المتورطين في الجريمه، مرجحين ان الجناة يراهنون على ان استهداف الاقباط سيسهم في صب الزيت على النار وزياده حده الانقسام داخل المشهد السياسي المصري المتوتر اصلا. احمد عثمان، العربية، القاهرة.